أهلا ومرحبا بكم في موقع وقناة كيداه. نقدم لكم اليوم موضوع عن مواقف سيئة تصدر عن حماتك. أولا، مقارنة أولادها بأولادك. لماذا يشرب طفلك الحليب ببطء هكذا؟ أولادي في صغرهم كانوا يشربونه بدقائق. لماذا لا يتكلم طفلك بعد؟ أطفالي نطقوا أولى كلماتهم في عمر 6 أشهر. هل سبق أن سمعت هذه العبارات من حماتك؟ لا تستغربي، فالحموات يعشقن المقارنة. اكتسبت الكثير من الوزن على الرغم أنك لا تزالين في الشهر السادس من الحمل. هل سبق أن انتقدتك حماتك على الوزن الذي اكتسبتيه خلال حملك؟ ما أسوأ هذا الانتقاد المستفز والمزعج؟ الادعاء بأنها تفهم احتياجات طفلك أكثر منك. صدقيني، إنه يبكي لأنه يشعر بالجوع وليس بسبب المغص. تقولها بكل ثقة وتحاول إقناعك بوجهة نظرها، على الرغم أنك قد قلت لها أكثر من 100 مرة إن طفلك قد تناول الطعام. الإصرار على البقاء في غرفة الولادة. هل سبق أن انزعجت من تطفل حماتك في أدق التفاصيل الشخصية والدقيقة في حياتك، مثل إصرارها على البقاء في غرفة الولادة أو مشاهدتك وأنت ترضعين طفلك لأول مرة؟ أنت حامل، لا تفرحي كثيرا بل احذري من خطر الإجهاض. هذا ما قد تقول لك الحماة المتشائمة عند اطلاعها عن حملك. لو الفيديو عجبك ممكن تسجلي إعجاب من هنا، وممكن تتابع معنا كل الجديد وبشكل يومي من خلال الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود هنا.